يا مساء التركات واهلا بيكم في اكتر فيديو انا ذات نفسي مستنيه واللي طلب مني كتير جدا بجانب فيديو الثامنيلز. النهارده فيديو هنشرح فيه الديزاين اللي قدامك ده او الثامنيل دي من اول ما كانت فكره في دماغي لحد ما هنعد تطبيقها من اول وجديد خطوه بخطوه. فمشروبك المفضل، كوبايه قهوه، كوبايه شاي، اعمل شير لاصحابك، مشترك في الشانل وانت مش مشترك، فاهم الحاجات الحلوه دي عشان من بعد الفيديو ده وانت هيكون عندك خبرة كبيرة جدا. يعني مثلا انا عملت لك فيديو ثامنيلز اليوتيوب، في فيديوهين كمان هينزلوا معاهم، مش عارف قبل ده ولا بعد ده بس على حسب الترتيب يعني. فيديو لإضاءة الريم لايت بتاعت الوش، وفيديو بتاع الريتاتش بتاع الثامنيلز ذات نفسه اللي انا كنت عامله في ديزاين ميدزانات اللي انا برضه هنعمل بيه ثامنيل تانية. ده غير الفيديو ده. فكل الامور دي اعتقد انت كده هتكون 100 فل و10. فبدون رغي كتير، يلا بينا نبدا اوريك انا عملت الكلام ده كله ازاي. يلا بينا نبدا نشوف اول حاجه. طبعا بدايه ما جه في دماغي فكره الثامنيل دي، أقول لك الثامنيل دي كده صغيره شويه. فكره الثامنيل دي نفسها لما جت في دماغي انا كنت عايز ادور على صوره اكون انا مدرب كوره. حاولت اجيب صور كتير، ما عملتها اي اي من فري بيك الجنريت، يعني فاهم مفيش كذا صوره نفعت لحد ما فين وفين وانا بدور على موقع اسمه فوتي ريندر اللي هو فيه صور استوكات بتاعت لعيبه كوره وكده. لقيت الصوره دي، حسيت اكتر صوره مناسبه الصراحه. فيعني هي من كده دي كانت صوره اساسيه. ممكن اقفل دول مش عايزينهم خلاص، بقيت كده. فهوريك بقى ازاي دلوقتي ازاي البروسيس اتعملت. قبل اي حاجه انا مجرد واحد هاخد الصوره دي كده عشان انا اوريدي قاصصها، اوريدي مقصوصه تمام. الصوره معايا هنا مقصوصه، فانا هعمل ماسك. انا مش عايزك تمل ان انا اوريدي الفيديو ده هشرح بالتفصيل، هشرح لك حته حته. فالفيديو هيطول معانا شويتين كده تلاته حلوين، فركز معايا وباذن ربنا هعرف افيدك كويس. انا اول اللي هعمله ان انا همسح الوش ده خالص بالرقبه بكل حاجه. ان انا اوريدي معايا الصوره بتاعتي برقبتي جاهزه منها، يعني رقبتي فيها موجوده. فاهم؟ مثلا في ناس، انا ساعات كنت بعمل كده، انا ذات نفسي كنت بعمل كده عشان اخد حته من كده واروح اعمل كنترول جي بقت خلاص معايا كده. عايز تزود عايز تنقص خلاص ما تنفعش، ما انت اوريدي فاهم انت بوظت الدنيا. بس يا معلم انا كده بقى معايا الصوره جاهزه. حاجه تانية ممكن اضافيه ممكن اعملها، اعمل كده بس ما تقولش كان كده خلاص تمام. آم، هاخدها كده نسخه على جنب بحيث مثلا حبيت اعدل فيها او ايا كان. عشان الصوره دي هعملها صوره عاديه علشان اعرف، عشان اعرف اشيل الاسم ده. انا هنا ممكن احط الحرف بتاعنا، فاهم؟ يعني كده انت خد بالك برضو، يعني برضو اقول لك حاجات ايه. في حاجات مش شرط تطلع معاك بيرفكت، تحس يعني مثلا انت لو كده خدت بالك تحس ان في خط ابيض او مش مظبوط. بس الصوره زي دي مثلا لما اتعمل ثامنيل زي كده، فمش هتكون باينه اوريدي، يعني ما حدش في اليوتيوب كفيديو. انا يهمني المنظر العام من بعيد، انا مش هشوف التفاصيل الصغيره قوي دي. فيعني ما تدققش قوي. انا اصلا ممكن اعملها بطريقه تانية خالص. كنت ممكن مثلا لو عايز اشيلها، يا اشيلها دي عايز اشيلها يعني، ممكن انا عملت كده مثلا، عملت شيفت اف 5 اللي هي كونتنت فلاور بس يا باشا، فاهم؟ شلتها. بس ممكن نسيب اديداس يعني عادي حلو معانا. ونعمل كده في اللوجو بقى ده، حدد كده حواليه، شيفت اف 5، شيلنا اللوجو. دي بقى ايه صعبه شويتين تلاته اربعه. هنشيل دي الاول، ما نشيل الاتنين مع بعض عشان ايه ما بقاش الموضوع صعب قوي. وخليك ما تبعدش قوي عن الحرف بتاعتها، يعني فاهم، خليك قريب منها شويه. خلصنا يا باشا. انا هنا كنت اوريدي عامل ايه، بس افتكر اللوجو صح، ودي وده. ممكن اخدهم كده معايا كوبي كده، يعني الحاجات جاهزه، الحاجات بتاعتي انا اللي عاملها، فاهم؟ يعني اف ام دي ممكن اصغرها كده، اعملها سكيو طبعا مظبوط يعني كده معايا. وممكن يعني ارجع البلند مود بتاعتها طالما هي اوريدي موجوده هنا عادي على اديداس. ممكن اعملها كده مثلا يعني. ماشي. كور ديزاين دي اللي هي الموجوده على التيشيرت فصغرها مثلا كده. طيب هتيجي تسالني سؤال، انت عملت دي ازاي، او يعني ازاي بقت متموجه كده؟ الصوره في الاول هتكون معاك كده صوره عاديه، فاهم؟ ايا كان هتدوس دبل كليك على المساحه الفاضيه اللي جنب اللاير. بص هنا كده يفتح لك منطقه البلند مود. فهتمسك، يعني بص، هي المفروض
كتعلم اساسي هي ليها حته مثلا تمسك من الاسود او من فوق من تحت، بس انا بجرب من حسب ما تيجي معايا. انا صريح معاك، مش يعني انا يعني فاهم. ممكن مثلا تعمل كده. بص، مثلا تعمل سيبك اللي هو بوظها. بص ازاي، ادي انا بجرب اهو، اشوف ايه اللي ممكن اعملها صح. دي برضو حلوه شويه. بس يا معلم، بقت موجوده على التيشيرت، هي تحسها مطبوعه على التيشيرت فعلا. والتيبي اللوجو بتاعنا. ممكن بالمره طبعا بما إن عملنا كله بقى ايه متموج، نعمل دي برضو كمان كده، بس مش قوي يعني فاهم. بس يا معلم تمام، حابب تعليها حابب ترجعها اللي انت ممكن نخليها زي الفل فيها مع بعض يعني. ممكن تلعب في البلين وون بتاعها مثلا، عايز تعملها. تمام، انا شايف كده بالنسبه لي كويس. طيب احنا كل ده موضوع سهل. طيب انت لو تاخد بالك هنا اللون متغير بتاع التيشيرت، نعملها ازاي دي؟ هنيجي على التيشيرت هنا، هنعمل هيو سيتريشن، نعمل كليفنج ماسك، ونروح ماسكين باللون ده، ماسكين اللون الاحمر ده. كده البرنامج فاهم ان انا لما العب في لعبه هيو سيتريشن دي هركز على الاحمر بس، انا ما ادوش يلعب في كله، هو رديته الاحمر بس. تعمل كده بقى. درجه الحساسيه معاك تمام، خلاص تمام. تمام. هتلاقي خد بالك ان الايد مش مظبوطه. ممكن الايد اصلا مش باينه في الصمنيل اصلا، يعني الايد مش باينه. بس لو انت عايز تظبطها مثلا هتيجي كده في الماسك بتاع الهيو سيتريشن ده، وتمسح حاجات الايد عشان تبقى معاك كويس. كده مثلا لو انت عايز تستخدم الايد في اي ديزاين تاني مثلا. تمام تمام. طيب انا هنا عايز اوريك الصوره دي. بص، لاير جوه لاير جوه لاير، دي الصوره الاساسيه. بص شايف صورتي عامله ازاي؟ في صورتي موجود انا متصور كده ففيها رقبه، فدي لا تنفع معايا غير لما اكون مثلا صوره مش متصور فيها رقبه، فدي تبقى صعبه شويه في القص. ففي حته القص والتركيب بتكون فاهم معقده حتتين ثلاثه. بس مجرد ما تلاقي الصوره الاساسيه اللي مظبوطه خلاص انت كده زي الفل. فانا معايا الصوره بتاعتي دي، خد احطها هنا كده عشان اقدر اظبطها. طيب انا عايز دي بس، ايوه عشان ما تزودناش دي، نلغي ده نحط دي عشان يبقى راس بس اللي معانا. طيب انا عندي استراتيجيه من الحاجات اللي كنت بعملها. كنت بعمل ايه؟ مثلا انا كده كده خلاص خلصت القصه بتاع دي، واسيب له الصوره الاساسيه زي ما هي كده، وابينها، واجيب صورتي. انا دلوقتي عايز اركب الوش بتاعي ده يكون بدل ده. فانا بعمل ايه؟ بجيب دي وبروح مقلل بس بتاعتي شويه عشان اصغر وشي اخليه بالظبط على نفس الوش التاني. لو تاخد بالك انا يعني عوجة دماغي او قلب دماغي مش مظبوطه بالظبط، او يعني مش على نفس المقاس. فبالتالي ممكن تكبرها قشطه، مش اللي هو مش لازم تمشي على نفس دي بالظبط. بس اللي بقولك عليها دي ساعات بعملها ايه مع الحاجات التانية مثلا بعملها للمدرسين او الكلام ده كله، تظبط معايا. لو حاسس انك كده تمام، كده ظبط زي الفل معاك، ممكن تعمل كده. تيجي في دي بس كنت جنب اقرب نقطه عشان احاول اقربها، فاهم؟ بس دوس ايه، دوس اوكي. اروح انا جاي هنا ودي ماسح دي كده، وانا دي مثلا عايز امسح حته في رقبتي دي كده. بس يا معلم انت عارف، انا عارف ان دماغي معديه الديزاين بس يعني عادي. تمام كده. ممكن نعمل ايه كمان بقى؟ ممكن نعمل حركه جامده قوي. نيجي هنا في عند اللير بتاعت دماغي، اعمل كليفنج ماسك، وهرسم بالاسود عشان اعمل ظل يكون مثلا اكني متصور تحت رقبتي كده في ايه. بص، تدي كده جزء من الواقعيه برضو شويه. نزلتها تحت سيكا بس. بس معايا انا كده معايا الصوره جاهزه. ممكن تعمل حركه انت كويسه، نعمل كمان فلتر لدماغي ذات نفسها. ازرق سيكا عشان هي كده كده ديزاين ازرق. التكشر طبعا الجوده بتاعت الصوره انا عارف مش احسن حاجه، بس يعني ممكن اعوضها عادي. بس انا دي اشتغلت عليها، انا اوريدي معايا الصوره جوده احسن. بس زي ما قلت لك الديزاين ده هيكون على ال- اليوتيوب ومش متركز على وشي انا بس. وده برضه بالنسبه لي ايه، يعني انت معاك صوره مش جودتها جامده قوي، مش هتقول لا معاك. بص يا باشا، بقينا زي الفل جاهزين. وناخد ده كله بقى كده
نخفي الخلفيه، دوس الت اف 6، عملنا لاير جديده منها كده. فايه نقدر نخفي ده كله كده، نعمله في جروب ونشيله. تمام. كبر ده كده عشان احطه زي ما هو. أنا برضه مش عايز ابين جسمي بس، ومش عايز اشيل دي، أنا عايز اعمل اتنين. بس اظن احنا كده دي اللي هنشتغل عليها اهي، وعندنا اول جزء منها. طيب، خلفيه الملعب دي اوريدي انا كنت جايبها من فري بيك. يعني بص، اوريدي اي خلفيه من فري بيك، فيعني ممكن برضه احنا نستخدمها عادي. يعني مثلا اوريك انا عملتها ازاي. مثلا دخلت على فري بيك، عشان دي اي اي كمان، مش اي اي من الفري، مش البريميوم. لك مثلا فوتبول ستاديوم. بص، اي صوره من دول بقى، انا ممكن اغير الصوره اصلا، ممكن اختار صوره غيرها عادي. لان احنا بنجرب جديد في جديد. بس ما تاخدش صور زي دي، يعني صور زي دي يعني مستحيل هتنفع، مستحيل تنفع معاك اصلا في اي حاجه. ممكن تعمل مثلا هنا اونلي اي اي، تختار فري. بس كل دول كل دول ينفع تستخدمهم. شايف كل دول عادي. برضه ما تاخدش الزاويه دي. في زوايا، انت اكيد يعني لازم في زاويه تكون عارفها. في زوايا، في عين انسان لو بيشوف الحاجه كده من منظرها العادي، دي عين طائر. ده ديزاين اسمه عين طائر. ليه؟ عالي قوي. يعني عالي قوي يعني. ببساطه كده انت شايف المكان اللي هو الاستاد من فوق. فصوره زي دي احنا بنتكلم على ديزاين هيكون باين قدامك كده على اليوتيوب. فما ينفعش اجيب ديزاين من فوق، فاهم؟ ده برضه عين طائر. دي عين نمله. النمله اللي باصه من تحت، فاهم؟ احنا عايزين ديزاين في العادي اللي هو مستوى النظر الطبيعي، ما فيهوش اي حاجه. بص دي عجباني، بس يعني مش احسن حاجه، عشان برضه البتاع بتاعتها، عشان الزاويه بتاعت التصوير. انا بحاول ما اجيبش حاجه بريميوم عشان يكون الموضوع من قدامك انه لذيذ. انه مش بس البريميوم فيه حاجات حلوه، لا عادي برضه الفري فيه حاجات تحاول تمشي الدنيا شويه، لكن البريميوم طبعا بيبقى جامد في كل حاجه. ممكن ناخد دي عامه، يعني حاسسها عجباني. حلوه انها بسيطه، فيعني ايه هتفيد معانا في الحوار اللي احنا بنعمله. بدل ما تحمل الصوره، ممكن تعمل كده في 3 نقط دول كوبي ايمج، تاخدها كوبي، تيجي هنا، هذه الصوره بس. عايزين نشيل الراجل ده بس يا معلم. نيجي نعمل هنا كده لاير ورا الديزاين ده كده، إضاءة الأبيض شوية. ممكن تكبر، يعني مثلا أنت عملت إضاءة في النص هي يعني كبيرة، ممكن تكبر أكتر، تخفف الحتة بتاعة الديزاين، الحتة بتاعة الفرشة قصدي الفلو. نعمل الاينر شادو عشان يبقى الحواف برضو متنورة بأبيض، نعمله لون أبيض ونعمله لاينر دوج. ديستنس خليها كده مثلا، ونعمل إيه، نعمل كده مثلا، نقلل مثلا دي شوية كده، عشان تكون اوريدي على الحواف باينة، على حرف التيشيرت. بس على الراس مش ألطف حاجة، فاحنا عايزين مثلا نشيل الراس، يعني نشيل الإنارة أو الأينر شادو ده من على الراس. هنعمل كريت لاير، يعني عملت كليك يمين على الأينر شادو، طلع حاجة اسمها كريت لاير. هاجي نعمل ماسك وراح عامل كده. وطبعا عشان الفلو قليل فممكن يشيل أسرع، بس شلتها بالفرشة عادي. دلوقتي الأينر شادو موجودة فين؟ على الحواف بس. تمام تمام. طيب، ايه ده اللي حصل في الديزاين؟ اه آم، هنجيب ايكون، ايكون الفوتوشوب دلوقتي اللي هو اللوجو بتاع الفوتوشوب ذات نفسه. مثلا كده، وده معمول موشن بلور، هتحسها فاهم ايه، معمولة كده شوية. معلش يا جماعة. طيب، تركية برضه ممكن تعملها في الخلفية. اوريدي هنا مثلا عندي دي حبة إضاءات أنا راسمهم بإيدي، فاهم؟ ممكن نغمق الخلفية سيكا، ممكن أعمل كده صورة كلر وراها أسود.
لو حابب تغير خلفيه قشطه يعني، بس يعني انا مش عايز اكون سبيسيفيك معاك في حاجات تفاصيل صغيره. انا عايز اكون معاك يعني مركز معاك في كل التفاصيل بتاعه الديزاين العام. طيب تكست زي ده احنا اوريدي كنا شرحناه من فتره انه بيتعمل ازاي. لو فتحنا الافكتس تانية هتلاقي إنه معمول فيه ستروك، حبه ستروك، واتنين دروب شادو. طيب تعال نجرب نعمله احنا. كنا مثلا نعمله بتكست تاني، مش لازم نفس التكست. تمام. هنعمل مثلا استوديو التريكات. ممكن نختار اي خط تاني عربي كده. نختار خط ايه مثلا. مثلا ده حلو. تمام. المايله بتاعت الديزاين دي بتاعت الخط مش بتتعمل كده. لا، بتتعمل. تعمل كليك يمين، دوس كنترول تي، تعمل كليك يمين هتلاقي حاجه اسمها سكيو. تعمل كده. شايف؟ بدل كبرها كده بقت عندك احسن. نعمل بقى ستروك. ستروك اللي بره صح، بالاسود. بس مش قوي كده يعني، فاهم؟ حاجه بسيطه. نعمل اتنين دروب شادو. اول واحد نعمله بالازرق بس فاتح شويه مثلا. نعيده كده. والتاني نعمله بالازرق بس اغمق بقى. ممكن كده. تمام. بالظبط، اديك شايف زي ما هي بالظبط دي كده. نفس الحوار، بس انا مقلل الستروك اكتر عشان يبين مع نفس التدريجة بتاعت الدروب شادو. مثلا. مش يعني، بص انا ذات نفسي هو بقلد نفسي مش عارف اعملها بالظبط. فانت مش مطالب انك تعملها بالظبط، انت مطالب انك تعملها تكون فاهم الاساسيات بتاعتها بتتعمل ازاي، مش اكتر. تمام. هنا طريقه لاحتراف كره القدم. ديزاينات الكوره قصدي، كره القدم ايه لا مؤاخذه. طريقه لاحتراف ديزاينات الكوره. بص الساعه كام؟ الساعه 6 الصبح. فيعني فكره ان انا اقعد اسجل 6 الصبح دي بالنسبه لي صعبه شويتين ثلاثه. سمعنا كله عشان دعمكم يهون يعني. حاجه زي دي طلبت مني كتير جدا ان انا اعمل تمرين من اول وجديد. حتى التمرين ده مش هقول لك انا راضي عنده، بس يعني عايز اعمل يعني في ثمنيل تاني برضو عايز اطبقه كده. فهتكون برضو ايه، دي سلسله لطيفه برضو، كل ما الاقي كده ثمنيل عندي كويسه اعرف اشرحها هعملها. ممكن اخدها دي جروب فاتو ماشي. ممكن احطها برضو كده. ماشي. هاجي منه كده برضه من ورا الكاركتر صح. هاجي اعمل ريكتانجل كده. ريكتانجل باللون ده مثلا. ونلغي الستروك. من الريكتانجل عامله بلند مود، عامل فيه حاجه اكيد. عايزين نفتحه اكتر. لو قللناه شويه. بص يعني هي مش عارف، انا ممكن اعملها زي ما معموله في الاول كده مثلا يعني. وانا معمول لون ايه. طيب. يعني مش عايزين نعملها بالملي، انا بس عايز اشرح لك الاسم بتاعتها. هنعمل ماسك عشان امسح من الجنب كده، تكون بص عاملها ازاي. شايف؟ فعادي عادي انا ممكن اعملها كده برضه، بس يعني ممكن ايه نمسح كده حته. وحلقه واحد دي ده خط بكره. اسمه خط بكره، بس هنا انا ممكن اكون عملت غلطه معينه. الا وهي ان انا في الديزاينات بتاعتي عامه، او في الاساسات اللي انا اتعلمتها، او يعني اساس الديزاين عامه، ان انا ما ينفعش اعمل اكتر من خط او خطين بكتير قوي في الديزاين. عشان الموضوع ما يبص مني، وعشان الموضوع ما يكونش مش مريح للعين. فانت عندك تاخد بالك هنا خط، ده خط، وده خط، وده خط، ثلاثة مختلفين. فأنا ممكن أعمل ده زي الخط اللي عندنا الأساسي. كده أظن أنت واخد بالك إن الموضوع بقى أريح للعين بكتير. صح؟ بس حلقة واحد مثلا. إيه تاني؟ في دي كنت هحملها من النت على زي التولز بتاعت البرنامج، ممكن أحطها وراه كده. مثلا. فاهم؟ عملنا لها برضو إيه، عندنا في البنود عملنا كلر دوج، بحيث إيه عملنا كده فيها لقطة لذيذة. دي إضاءات. وفين اللوجو؟ نحطهم برضو. ده اللوجو. نجيب الإضاءات دي أنا فاهم. عملت مثلا، انا عاملها لك انا هنا مثلا. مثلا يعني مثلا جينا هنا.
عملنا لون من ده بس فاتح شويتين 3 لاينر دوج. عملنا عشان لما نيجي نرسم بالابيض، انت هنا عندك الماسك اسود، لما تيجي ترسم بالابيض هيبان كده بقى. بتاعتي شويه الفلو، فاهم؟ ممكن اعمل ليفلز الخلفيه اغمقها اكتر، مثلا اعملها كار لوك اب السيت دي. بص، خلي الاخضر فاتح سيكا، فاهم؟ هي مجرد كلها تجارب بقى، مش اكتر. نبقى في الموضوع في البسيط. ايه تاني؟ بس ده كل اللي اتعمل. يعني بص، انا ذات نفسي بحاول اقلدها تاني، معرفتش اعمل زيها بالملي. ف بس يا معلم، المساعدة دول ملهمش لازمة. ده الجروب بتاع الكاركتر بتاعنا. كنترول، ادوس الت واف 6 عشان يعمل لي، نخش في الكاميرا فلتر بقى، ايه نظبط فيها شوية حاجات كده، نهندف فيها شوية. يعني برضو دي عشان نبقى نشوف بيفور وافتر، نشوف الريوت عاملين فيه ايه. بس مجرد لعب الارقام دي عشان نظبط الدنيا. مش هلعب في الكيرف مثلا، ممكن شوية كده. الفينتج عشان تدي غمقان، يعني الفينتج بص بتغمق حاول فيك بحيث تدي الفوكس على الموضوع اللي في النص. تنت جرين كده كويسة. ودي بتلعب في الألوان بس مش حاسس إنها تبقى أحسن حاجة بالنسبة لنا. يعني مش محتاجين اوريدي لعب في الألوان مثلا يعني. بس يا معلم، بقى معاك ثمنيل جاهزة تنزلها على أجدح يوتيوب. ده ستايل من ضمن الستايلات، زي ما اتكلمنا قبل كده في بنترست أو في الحاجات دي كلها. في ستايلات كتيرة بتكون في ثمنيل اليوتيوب. ده زي من ضمن الديزاينات. في ديزاينات بتكون كده بسيطة خالص، من مجرد شخص وكأنه منزل تويتة. أم، حاجات دمج مانيبيوليشن مع بعضيها، صورة وشعر مكتوب باسيف انكم، فاهم؟ اللي هو بسيطة يعني، حاجات تبقى معتمدة على الصورة بس. في ديزاينات بتاعت زي مستر بيست ما قلنا عليها انها بتحكي قصة، مجرد ستوري تيلينج. فيعني كذا فكرة. حاجة زي دي موجودة اوريدي على اليوتيوب، يعني انا كانت موجودة عندي في اليوتيوب. احنا شايفين اهو. كان قبل فيديو، انا قبل الاخير حتى كنت منزله فيديو بتاع ستاندرز الكورس، عدى 2100 مشاهدة. فانا مش عارف اشكركم ازاي بأمانة يعني. كل الدعم والشكر والحلاوة اللي في الدنيا بأمانة مفرحيني جدا. بس فدي الفكرة. في thumbnails زي دي مجرد صورتي ومش عارف اكتب كلمة جنبها تكست افكت. لو انت محتاج تكست افكت زي ده، اللي هو ده، وديزاينات المدرسين واهم تركاوي واختيار الخطوط الكلام ده كله، محتاج تكست افكت ده عشان تعمل له الثمنيلز بتاعتك، ابعت لي في الماسنجر، او هتلاقي في بوست هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات. لو انت عايز لينك البي اس دي، خش اكتب لي كومنت في البوست ده بي اس دي، ابعت لك اللينك بتاع الدرايف على طول. اوريدي عملنا كده من يومين 3 بعد ما نزلنا الثمنيل ده، او الفيديو ده بتاع الثمنيل. بس يا فنان، فأتمنى إن يكون الفيديو ده ساعدك شويتين 3. ده كان جزء، أو يعني ممكن تقول مثلا فيديو برضه من ضمن الفيديوهات اللي هنحاول نعملها الفترة الجاية. كده احنا الثامنيلز اتكلمنا على نقطة الريتاتش، عملنا كورس مفصل كان نفس فيه في كام نقطة. ممكن يكون البارت 2 اللي هو جزء درس تفصيلي من البداية للنهاية. الديزاين ده أو الثامنيل اللي قدامك دي احنا عملناها من بداية، دخلنا في 27 دقيقة أهو. من أول ما الصورة دي كانت مجرد صورة كده، يعني مجرد صورة للشخص بس ما فيهاش أي حاجة، مش لاقي صورة الراجل. المهم من اول ما كانت صوره المدرب لحد ما طلعت قدامك دلوقتي ديزاين عامله كده. فاتمنى لو عندك سؤال في اي جزئيه في اي حته في الفيديو تقدر تسالني. ديزاين زي ده اعتقد انت تقدر تعمله بمنتهى السهوله. انا شرحت لك الفكره انه شفت بسيط ازاي. ان اوريدي الثامنيلز كلها اللي انا بشوفها عامه او لما باجي اجربها، قبل ما اعملها بتكون بالنسبه لي واو وهم، مش عارف اعملها ازاي. بعد ما بعملها بتكون الموضوع بالنسبه لي مفيش اسهل منه. فاتمنى اكون بعرف اساعدك وبعرف افيدك. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تبعت الفيديو لاي حد من صحابك. بس يا معلم، اشوفك الفيديو اللي جاي.